في سؤال بيقول حاسس ان الضغط كله جاي من الشغل، ازاي اتخلص منه؟ طيب انا اتكلمت عن الضغط في ريلز سابقه وقلت ان هو حاجه عشان تطورك ممكن ترجع لها لو حابب. ايه هو اصلا ضغط الشغل بشكل عام بيحصل ازاي؟ كل الفكره في ضغط الشغل بيكون عندي تاسكس كتير او مهام كتير جدا مطلوبه مني، والمهام دي انا عايز اخلصها وبسرعه والقصص دي كلها علشان خاطر سواء عندي KPI او عندي اي حاجه من الحاجات دي. الحل البسيط هو ان انا اهدى بس الاول. اول حاجه ان انا اهدى، اخد نفس عميق كده واهدى خالص. دي اول نقطه علشان اقدر اركز. طول ما انا مش هادي مش هعرف اركز بشكل كويس. في ناس كتير جدا بييجوا يقول لك لازم الانجازيه والمش عارف ايه، هو مش هيعرف ينجز اصلا غير لما يكون هادي. ولما بهدى بقدر ارتب اولويات المهام، يعني مثلا احط المهمه دي الاول، المهمه دي الثانيه، المهمه دي الثالثه، وهكذا. ما ينفعش ان انا ابدا اروح اجيب مثلا حاجه مش مستعجل عليها دلوقتي او حاجه مثلا بحبها مثلا واخلصها واحس ان انا كده تمام. لا، انت لازم تشتغل بالترتيب ده، تجيب اهم حاجه ثم المهم بتاع ثم المهم اللي بعدها ثم المهم اللي بعدها. وعلشان اعرف اعمل الموضوع ده، في